السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بباشمهندسين ودكاترة تالتة إعدادي. النهاردة بأمر الله هنحل تمارين المعاصر، تمارين 9 على تقاطع واتحاد حدثين. ده بإذن الله أول درس في الاحتمالات أو الإحصاء، حسب أنت بتسميها إيه. طيب يلا نبتدي بإذن الله. حل صفحة 115. يلا في أول سؤال بيقول إيه؟ بيقولك احتمال الحدث المستحيل يساوي إيه؟ طيب بالمنطق كده ده حدث مستحيل، يعني مستحيل إنه يحصل، يعني الحدث بتاعه بكام؟ يعني بصفر. حاجة كده منطقية وبديهية. طيب يلا للسؤال التاني. بيقولك احتمال الحدث المؤكد، لو الحاجة دي هتحصل بنسبة 100%، يبقى أنسب إجابة أكيد الواحد. يعني أسئلة بسيطة كده في البداية، تمام. هو الدرس كله بسيط يعني. السؤال التاني بيقولك إذا كان ألف وب حدثين متنافيين، فإن لام فإن احتمال ألف تقاطع به. اللام دي يعني معناها احتمال، فإن احتمال ألف تقاطع به. واحد اللي يعني ايه مثل حدثين متنافيين؟ حدثين متنافيين يعني ما بيرتبطوش ببعض. يعني مثلا لو دي الب ودي الالف، حلو، وهفترض ان كلهم موجودين جوه حاجه مثلا وليكن ج. الالف وب هل مرتبطين ببعض داخلين في بعض؟ لا، بعيد. يبقى دول حدثان متنافيين. حلو. طيب الحدثان مثل المتنافيين التقاطع بتاعهم كام؟ بصفر. التقاطع التاني بكام؟ بصفر. دي برضو لازم تكون ثابته عندك. حلو. طب يا مستر لو كان قال لي اتحاد، لو كان قال لي الف اتحاد ب والحدثان متنافيان، كنت تقول له بقى ايه؟ احتمال الف زائد احتمال ب. دي الاجابه لو الحدثان متنافيان وطالب الاتحاد، يعني عكس دي كده لفوق، بتقول له احتمال الف زائد احتمال ب. ثوابت كده ثبتها، تمام. يلا للسؤال اللي بعده. بيقول لك اذا كان الف وب حدثان متنافيان من فضل عينة، فإن احتمال الاتحاد لسه قايل لك فوائد. قلت لك لو بعكس الإشارة تاخد إيه؟ الله ينور على اللي مركز. احتمال الأول زائد احتمال التاني، الإجابة ده. حلو الكلام ده. تعالى للسؤال الخامس. بيقول لك إذا كان ألف وب حدثين من فضاء العينة، تمام، لتجربة عشوائية ما، فإن ألف جزء من ب. إيه ده؟ دي معناها جزء؟ معناها جزء. فإن لام أو احتمال ألف تقاطع ب أو لام ألف تقاطع ب، عادي. تعال نثبت معلومتين. لو قال لي ان الف جزء من ب، حلو، اول حاجه اقولها له ايه؟ الدنيا واضحه كده، ثانيه واحده. لو قال لي الف جزء من ب هروح اقول له ايه؟ هقول له الف ده صاد وب كاف. ثانيه مثلا، ايه صاد وايه كاف؟ دي صاد يعني صغير وكاف يعني كبير. ايه ده؟ يعني لو الف جزء من ب الاول الصغير والتاني الكبير، اثبتها في كل الحالات، في كل الحالات. طب حلو يا مستر. طيب انا دي معلومه ثبتها. هو يا مستر طالب مني ايه؟ طالب مني التقاطع. لو قالك التقاطع فانت بتاخد الصغير. يعني ايه؟ يعني بتاخد اللام الف. اللام الف اللي هو احتمال الف. طب يا مستر لو كان قال لي اتحاد كنت تاخد الكبير اللي هو الب. تاني لو قالك ان الف جزء من ب، خلاص يبقى الف الصغيره وب الكبيره. طب لو قال لي ب جزء من الف، يبقى ب الصغيره والف الكبيره. الاول هو الصغير. دي ثبتها كده. طيب دي معلومه ثبتها. المعلومه التانية، لو قال لي تقاطع باخد الصغير، لو قال لي اتحاد باخد الكبير. ثبتت. فهو هنا قال لي ايه؟ قال لي الف جزء من ب، اقول له يبقى الف الصغير، وانت عايز التقاطع فانا هاخد الصغير. انزل تحتيه على طول. الف جزء من ب يبقى الف الصغيره، وانت عايز الاتحاد يبقى انا هاخد الكبيره اللي هي ب. ثبتنا المعلومه دي. ثبتنا معلومه المتنافيان في حاله التقاطع والاتحاد. فكرني بس عشان نسيت. قلت لك لو متنافيان في حاله التقاطع بصفر، في حاله الاتحاد احتمال الاول زائد احتمال التاني. تمام يا مستر، ثبتها. كمل. حلو. بيقول لك ايه بقى؟ اذا القيت قطعه نقود منتظمه مره واحده، فان احتمال ظهور صوره او كتابه. هو انت لو جيت مسكت عمله معدنيه، طلع كده من جيبك عمله معدنيه، او روح خد من والدك عمله معدنيه وحطها على وشها كده، احتمال يظهر ايه؟ احتمال يظهر صوره. حلو، دي بنسبه 100%. طب لو قلبتها احتمال يظهر كتابه برضو بنسبه 100%. يعني مفيش النسبه ممكن ما تقلش، لا هي معروفه صوره وكتابه، ملهاش حاجه تالته. فهي ايه؟ يا صوره فتبقى النسبه 100%، يا كتابه هي النسبه 100%. فانت لما تلقي قطعه النرد مره واحده، قصدي قطعه النقود مره واحده، فاحتمال يظهر صوره او كتابه اي بنسبه 100%.
يعني حاجات بديهية، هي بس ايه، عايزاك تركز وبلاش تعامل الإحصاء ان هي صعبة فانت تروح مشغل دماغك زيادة عن اللزوم. يعني في ناس دماغها حلوة وعارفة ان اللي جايبها 100%، بس تشغل دماغها زيادة عن اللزوم، تقول لك طب دي صورة وكتابة يعني 50-50 يبقى اللي جايبها 50%. يا حبيبي بلاش تشغل دماغك زيادة عن اللزوم، شغالة بس على قد المطلوب، هي مش مستاهلة والله. هو انت هترميها، في مرة هتظهر لك صورة فتبقى 100%، او مرة هتظهر لك كتابة فتبقى 100%. بلاش بقى تقعد تقول لا اصل 50 وتقعد بقى تشغل العبقريين زيادة عن اللزوم، والنبي بلاش. طيب السؤال التامن، إذا سحبت بطاقة عشوائية من بين 20 بطاقة. حلو، وال20 بطاقة دي مرقمة من 1 ل20، فأنا هاجي كده وأقول له نون ف. إيه نون ف دي؟ دي فضائل عينة. يعني إيه فضائل عينة؟ يعني الاحتمالات كلها هي نون ف، كل حاجة. طيب فأنا أروح أعمل له كده 1 إلى 20. تمام تمام يا مستر. نطلع فوق شوية عشان كده إيه الدنيا تبان. فإن احتمال أن يكون الرقم المصحوب مضاعفا للعدد 7. والله يا مستر انا ثانية واحدة بس، هو العدد 7 ده المضاعف بتاعه كام؟ 14. طب ضاعف تاني؟ لا ده انا عديت ال20 كده. ما انت لما تضاعف فوق ال14 هيبقى ب21، عديت ال20، يبقى انا عندي ال14 بس. يعني عندك كام عدد؟ عندي عدد واحد. طيب حلو، العدد الواحد ده بيمثل كام في المية من ال20 بطاقة؟ مش عارف يا مستر احسبها ازاي، تعالى اقول لك احسبها ازاي. هو حضرتك دلوقتي لو عندك 10 صوابع، حلو، ال10 صوابع بتوعك كده، ايوه حطهم قدامك كده ال10، وقول لي ان ال10 دول بيساووا نسبة 100%. طب حلو، يعني انت اي حاجة هتدانا انا هقارنها بنسبة 100%. تمام، فال10 دول ب100%، يبقى كل صباع بكام؟ والله دي 10 20 30 40 50، و10 20 30 40 50، كل ايد 50، لو جمعتهم يبقى 100. يبقى الصباع الواحد بيمثل 10%، اي ان الرقم الواحد بيمثل 10%. طب مش دول 10 صابع؟ لو انا جبت ايدي دي على ايدك بقوم كام صباع؟ بقوم 20. يعني لما كانوا 10 صوابع يا مصر كانوا 100%، 20 صباع بقوا 200%. يبقى الصباع بكام؟ ب20%. يعني انا هعمل ال10 بان هما نسبة 100%، وكل ما تضاعف انا هضاعف النسبة برضه، اقول لك الله يفتح عليك. فلو هما 10 صوابع فهيدوني نسبة 10%. طب لو هما 20 صابع هيدوني نسبة 20%. هما كام كارت؟ هما 20 كارت، انا اعتبر الكارت ده كأنه صباع عادي، ما هي مش فارقة المسمى. يبقى ال20 كارت بيمثلوا لي قد ايه من البطاقة؟ 20%. بس ببساطة يعني هي العملية مش سهلة، سهلة جدا يعني. استنى اعيدها لك تاني برضو. تعالى لو جبت الآلة وحطيتها قدامك كده هنعمل حسبة صغيرة. انا عايز بس ايه اثبت لك بالآلة. والله يا مستر انت قلت لي ان ال10 صوابع بيمثلوا 100%. بلاش يا مستر 10 صوابع دي، هنقول 10 ايه بطاقات زي ما هو كاتب هنا. هقول لك حلو، ال100% دول لو جينا قسمناهم على 10 صوابع هيدوك ان نسبة كل صابع 10%. طب ثانية واحدة يا مستر، مش انت قلت 10 صابع؟ انا هخليهم 20 صابع او 20 كارت. مش انت ضعفت؟ مش 10 في 2 ب20؟ ضعفت، يبقى ضعف برضو النسبة الاولى، تبقى 200. لو جيت قسمتهم هيطلع برضو ب10%. ايه ده؟ يعني هي النسبة ثابتة، 30% تبقى 300%، 40% تبقى 400%. هي النسبة كده بتعمل ايه؟ بتقسم النسبة المئوية على العدد بتاعك. طب تحدد النسبة ازاي؟ من عدد الكروت، مش هم 20 يبقوا 200%. طب لو كانوا 10 بطاقات يبقوا 100%، وهكذا هتشتغل على نفس التسلسل ده. فالإجابة طبعا بما إنه عدد واحد فيبقى 10%. طب لو فرضنا مثلا إن هو قال لي إيه، من 1 ل100، وقال لي احسب بقى، هتعمل إيه؟ كل عدد ب10%، اقعد احسب كام رقم مضاعف للسبعة من 1 ل100، والرقم اللي يطلع لك ده هيبقى هو النسبة المئوية. هتعتبره 10%. يعني مثلا تقول لك 10 ارقام تقول له 10 تقول له 100%، 15 رقم تقول له 150%، هكذا هي الحسبة تمشي كده. تمام، مش هطول عليك ويلا نكمل. بيقول لحضرتك ايه بقى في السؤال التاسع؟ تمام، بيقول لك اذا القي حجر نرد منتظم مرة واحدة. حلو، حجر النرد ده اللي هو ازاي؟ شفت الناس اللي بتلعب طاولة؟ هو حجر النرد ده حجر الزهر. حجر الزهر. حلو، لو انا رميته مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد زوجي وعدد فردي معا يساوي قد ايه؟ والله ثانية واحدة يا مستر.
هو حجر النرد ده فيه لو هنقول مثلا ايه نون ف اللي هي فضاء العينة دي من كام لكام، لواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ارقام في الفضاء العينة. حلو. كم عدد زوجي؟ 3. وكم عدد فردي؟ 3. طب انت عايز ترمي الحجر، فهو بيقول لك ايه؟ انه يظهر عدد زوجي، ظهور عدد زوجي وظهور عدد فردي معا. واحد يقول لي ثانية واحدة يا مستر، هو انا لو رميت حجر النرد كده مش ممكن يظهر لي واحد؟ هو الواحد ده عدد ايه؟ عدد فردي. هو ينفع يبقى زوجي؟ لا. طب ارميه تاني تلاقي لي 2. 2 ده كام؟ عدد زوجي. هل ينفع يبقى عدد فردي؟ لا. يعني لا، في كل مرة هترمي يا هيظهر عدد زوجي بس يا عدد فردي بس. طب هل ممكن يظهر عدد زوجي وفردي مع بعض؟ لا مستحيل. ما هو بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك احتمال ظهور عدد زوجي، يعني مثلا ايه 2 او 4 او 6، وبيقول لك ايه تاني؟ وظهور عدد فردي معا يعني في نفس الوقت. هل ده ينفع؟ هل ده يعقل يا شباب يا باشمهندسين قد الدنيا؟ لا مستحيل يا مصر. فالاحتمال طبعا بكام؟ الله ينور عليك، بصفر. الله ينور على الدكتورة اللي ردت عليا وقالت لي بصفر. يلا بقى السؤال العاشر. بيقول لك ايه بقى في السؤال العاشر؟ بيقول لك ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة. حلو. فإذا كان الحدث ألف هو ظهور عدد أولي. ما هي الأعداد الأولية؟ أيوة بقى، شغل دماغك. طيب، والحدث ب هو ظهور عدد فردي. والله يا مصر أنا راح أقول له كده على جنب إن ب بتساوي، واروح فاتح له قوسين وحاطط له ب. انت قلت لي ب ايه؟ عدد فردي. حلو، يبقى الاعداد الفرديه 1 و3 و5. طيب هروح اقول له الف. انت الف دي قلت لي ايه؟ قلت لي عدد اولي. ما هي الاعداد الاوليه بقى؟ يلا بقى شغل لي دماغك كده. الاعداد الاوليه 2 3 5 7. هتكمل الاعداد الفرديه بس بتاخدش واحد، بتاخد الاتنين، بتبتدي بالاتنين. هي دي الاعداد الاوليه. برافو عليك. حلو. هو عايز ايه؟ هو عايز الف تقاطع ب. في ناس بقى بتقعد تتلخبط بين التقاطع والاتحاد ومبتبقاش عارفه تفرق بينهم. تعالى بسطها لك كده. التقاطع يعني المشترك. التقاطع يعني ايه؟ يعني المشترك، يعني اللي موجود هنا واللي موجود هنا برضه. والله مثلا اللي موجود هنا 5 وموجود هنا 5، اللي موجود هنا 3 واللي موجود هنا 3. فانا هروح اقول له ايه بقى؟ القانون بيقول لك ايه؟ القانون بيقول لك ان احتمال التقاطع بيساوي احتمال التقاطع على احتمال فضاء العينة. تاني احتمال التقاطع قانونه بيساوي ايه؟ بيساوي احتمال التقاطع على فضاء العينة. واحد يقول لي طيب ما تيجي نعوض؟ اقول لك يلا. فضاء العينة بكام يا مصر؟ مش حجر نرد؟ والحجر نرد من 1 ل6 بالظبط، يبقى فضاء العينة ب6 ارقام. حلو. طب احتمال التقاطع، واحد يقول لي الخمسة والخمسة والتلاتة والتلاتة، فيروح يجمعهم. بس يا ابو دماغ بخاخة تجمع ايه؟ احنا بنحسب الاعداد فقط. هنا في ايه؟ عدد مشترك، وعدد مشترك يبقى عددين. واحد يقول لي لا، ما هنا عدد وهنا عدد وهنا عدد وهنا عدد، فيبقى 4 اعداد. اقول لك بس يا ابو دماغ بخاخة، انا ما بكررش. يعني هنا في 3 و3 فباخد 1، و5 و5 فباخد 1، 1 و1 2 كده. طب لو كان في 6 و6 هيبقى 3 و3 1، و5 و5 1 دي كده 2، و6 و6 1 دي كده 3. بتتحسب كده، ما بتقولش 6 زائد 6 و5 زائد 5، او ان انت تقول ان انا هحسب التلاتة مرتين. لا، هي مرة واحدة. التكرار بواحد. الزوج ده بخليه بواحد، كأنك كده ايه؟ بتلعب كوتشينة. فمثلا بتيجي تعد الورقة بتعمل ايه؟ كل ورقتين بواحد، كل ورقتين بواحد. هي كده برضو كل ورقتين بواحد. حلو. فاتنين على 6 اللي هي كام؟ اللي هي التلت، اللي هي الإجابة ب. تمام. احنا كنا في سؤال 10. يلا يا باشا نخش على السؤال 11. بيقول لك ايه بقى في السؤال 11؟ ألقي حجر نرد منتظم مرة واحدة. حلو الكلام. فإذا كان الحدث ألف هو ظهور عدد فردي. والله يا مستر أنا راح أكتب كده على جنب إن الألف بتساوي، والأعداد الفردية هي 1 و3 و5. ومش هكمل. واحد يقول لي طب ما في 7 و9. يا حبيبي أنت هتكمل ليه؟ أنت حجر النرد آخره 6، مش هنعلي على ال6 أكيد، مش هنخترق قوانين الحجر. حلو. فإذا كان الحدث ألف هو ظهور عدد فردي، والحدث ب هو ظهور عدد أقل من 5. حلو. فأنا راح أقول له الحدث ب هيساوي 1 2 3 4 واسكت. هو عدد أقل من ال5. مين أقل من ال5؟ ال4 وال3 وال2 والواحد. واحد يقول لي وال5 يا أبو دماغ بخاخة، ال5 بتساوي 5 مش أقل منها. طيب يا مستر،
فإن احتمال وقوع أحدهما على الأقل. واحدة واحدة. انت عاوز ايه اللي يحصل؟ انا عايز احتمال وقوع احدهما. احدهما اللي هما مين؟ اللي هو ده او اللي هو ده، واحد منهم هيقع. حلو. يعني احتمال الاتحاد، هو عايز بالمنطق كده احتمال اتحاد ألف وب. حلو. احتمال الاتحاد ده بيكون ايه؟ بيكون احتمال الاتحاد على فضاء العينة. والله هو فضاء العينة قد ايه؟ 1 2 3. حلو حلو. 4. واحد يقول لي ثانية يا مستر، هو انت هتحسب دول ولا هتحسب بتاع حجر النرد؟ لا انا هحسب بتاع حجر النرد. طب يا مستر وحجر النرد قد ايه؟ 6. مش اتفقنا ان حجر النرد فيه 6؟ اه يبقى هنا فيه 6. حلو. وانت قلت لي الف اتحاد ب. يعني ايه الف اتحاد ب؟ احنا قلنا التقاطع المشترك. الاتحاد بقى ايه؟ ان الف وب يقعوا مع بعض، يعني الف وب كلها. يعني هتاخد التلاتة دول مع 2 4 يبقوا 6 ارقام وتحط لي 6 هنا. لا خلي بالك ان في تكرار، انا ما باخدش التكرار فثانية. فهنا في 1 ادي كده احسبه على ايدك، وفي 3 و5 ادي كده 3 اعداد. طبعا انا مش هاخد الواحد والتلاتة. في الاتنين بقوم 4 اعداد. في الاربعة بقوم 5 اعداد. يعني تاني كده ادي عدد، ادي التاني، ادي التالت. خد بالك بقى ادي الرابع، ادي الخامس. دول ال5 اعداد بتوعك. ده احتمال الاتحاد. احتمال الاتحاد باخد الاعداد كلها، الالف وب كله. بس طبعا قلنا التكرار ما باخدوش. وطبعا هي هنا إيه القانون بيقول لك ايه؟ احتمال الاتحاد على ايه؟ على نون في فضاء العينة كلها. فضاء العينة ب6 واحتمال الاتحاد قلنا كله. اما لو كان قال لي تقاطع، لو كان الجيل تحت كده، فانا باخد المشترك اللي هو الواحد والواحد، التلاتة والتلاتة، وبكتفي وخلاص عشان مفيش غيره. فهمت الفرق بين الاتحاد والتقاطع؟ فهمت يا مستر؟ يبقى الإجابة 5/6. طيب تعالى بقى نخش على الأسئلة ديت. أسئلة جميلة. بيقول لك إيه؟ إذا كان ألف وب حدثين من فضاء العينة لتجربة عشوائية فأكمل. والله مديلي احتمال الألف واحتمال الب واحتمال التقاطع وعايز احتمال الاتحاد. أنت عندك قانون حلو وجميل وبسيط وسلس. بيقول لك إيه بقى؟ إن احتمال، انا عايز اكتب ايه؟ ممكن نخليها كده، انتوا كده شايفين؟ ماشي حلو ده. فانا هروح الكاميرا بتهتز الكاميرا، يبقى هكتب كده وخلاص. حلو. احتمال الاتحاد بيساوي ايه؟ بيساوي احتمال الف زائد احتمال ب ناقص احتمال التقاطع. انا عايزك تحفظ حالا القانون ده دلوقتي لو حضرتك ما كنتش حافظه. تاني احتمال الاتحاد بيساوي ايه؟ احتمال الاولاني زائد احتمال التاني. دي بقى دي ب دي. احتمال الاولاني زائد احتمال التاني ناقص احتمال التقاطع. حفظتها؟ استنى بس احفظها تاني. بص ما تتعبش دماغك، قول في دماغك كده الاولاني زائد التاني ناقص التقاطع. تاني، الاولاني زائد التاني ناقص التقاطع. الاولاني زائد التاني ناقص التقاطع. هو من الاولاني اللام الف حطيتها، طب زائد من التاني الب اللام ب حطيتها، ناقص التقاطع حطيته. اولاني زائد تاني ناقص تقاطع، اولاني زائد تاني ناقص تقاطع. افتكر كده لما تنسى في الامتحان، افتكر مثلا كان بيقول ايه؟ اولاني زائد تاني ناقص التقاطع. حلو. يلا نعوض يلا نعوض. فانا هقول له ان احتمال الاتحاد اللي حضرتك عاوزه بيساوي احتمال الالف بكام يا باشمهندس؟ ب3/10 زائد احتمال الب ب6/10 ناقص احتمال التقاطع ب2/10. الكلام ده كله بكام؟ 3/10 و6/10 يديني 9/10. 9/10 لما اشيل منها 2/10 يديني كام؟ يديني الله ينور عليك 7/10. مش عارف تحسبها كده؟ احسبها على الآلة. الناس اللي شاكة فيا وعايزة تتأكد، يلا يا عم نتأكد مش هزعلك. شكرا لسكتك الغالي. هيقول لي هو ما حطيتش هنا الصفر اللي اقول لك عادي ما بتفرقش. هي 7/10. ان انت تحط النقطة وتكتب الرقم او تقول صفر والرقم عادي ما بتفرقش. الصفر على الشمال ملوش قيمة، ليه قيمة على اليمين بس. حلو. يلا نخش على السؤال التاني. كده احنا هنكتب هنا كام؟ هنكتب 7/10. هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احتمال الالف بكذا واحتمال الب بكذا
عايز احتمال التقاطع ومديني احتمال الاتحاد. واحد يقول لي هو احنا عرفنا احتمال الاتحاد الاول زائد التاني ناقص التقاطع، طب احتمال التقاطع بكام بقى؟ اقول لك يا ابو دماغ بطيخه، ما ترص قانون الاحتمال الاتحاد. واحد يقول لي يا مستر ده عايز التقاطع، اقول لك ما انا عارف اكتبه بس. واحد يقول لي حاضر، فانا اقول له احتمال الاتحاد اللي المستر قال لي عليه ده بيساوي ايه. لو كتبنا هنا الدنيا هتبقى كويسه. احنا بعدنا عن السؤال صح؟ لا خلينا زي ما كنا. انا عايز اكتب ايه بطريقه الناس كلها تشوف. حلو. احتمال الاتحاد بيساوي ايه؟ احتمال الاولاني زائد احتمال التاني ناقص احتمال التقاطع. حطيت القانون عوض. يا مستر ده عايز التقاطع، يا عم اسمع مني وعوض. طيب انت يا مستر مديني احتمال الاتحاد بكام؟ ب13 على 20 بيساوي احتمال ألف ب55% زائد احتمال ب3 على 10 ناقص احتمال التقاطع سيبه زي ما هو. معادلة في مجهول واحد بتتحل. واحد يقول لي ايه ده دي المعادلة اتحلت يا مستر، انا هحلها بالطريقة اللي انت معلماني. اقول لك الله ينور عليك، هات الآلة وحطها. ايه الطريقة ديت؟ والله انت قلت لي اكتب 13 على 20، هكتب المعادلة واروح كده واقول له الفا سولف، لا اسف، الفا سولف طلع لي يساوي تاني الفا سولف او الفا كالك الزرار ده. حلو. بعد كده اقول له ايه؟ هتكتب بقى 55 من 100 زائد 3 على 10 او 3 من 10 عادي ما بتفرقش، ناقص احنا اتفقنا المجهول بسميه ايه؟ الله ينور على ردي، بنسميه الفا اكس. زرار الالفا ده وبدوس على الاكس يطلع لي ايه؟ الاكس اللي هي الاكس دي اللي هو بنسميها الرمز المجهول او ان حضرتك بتسميها س ما بتفرقش. طب واللي يساوي طلعتها ازاي؟ الفا كالك. طيب حلو، اطلع بقى الناتج ازاي؟ اقول له شيفت كالك يساوي هوب باتنين من 10. يبقى احتمال التقاطع بكام يا مستر؟ باتنين من 10. واحد يقول لي يا مستر انا جيت اكتب اللي يساوي واعمل زي حضرتك قلت ما جاتش معايا. اقول لك ما هي مش في كل الآلات، لازم ان الآلة اللي هي 991 او 990 او 980 حاجة زي كده. الآلة بقى اللي هي مش عارف 700 او 600 حاجة زي كده ما بتدعمش. طب تعمل ايه؟ تحلها خطوات. تعالى يا مستر نحلها خطوات سوا عشان انا مش عارف. اقول لك مفيش مشكلة. انت ممكن تخلي المعادلة كلها في طرف واحد. يعني مثلا هنا مش في 13 على 20، ممكن تخلص منه عن طريق ان انت تضرب في 20 على 13، فده يروحوا مع بعض يتبقى ايه؟ يتبقى الواحد بيساوي هنا في واحد ما تنساهوش. 55 من 100 دي في كام؟ في 20 على 13 زائد 3 على 10 في كام؟ في 20 على 13 ناقص احتمال التقاطع في مين؟ في 20 على 13. ضربت المعادلة كلها في 20 على 13 عشان اخلص من المقام. حلو. فانت تعالى جيب بقى آلتك، قول لي 20 على 13 وهضربها في 55 من 100 هيطلع معايا 0.84 من 100. خليها بالكسر ده 11 على 13. يبقى ايه؟ يبقى الواحد بيساوي 11 على 13 زائد دي كام؟ دي 3 من 10. 3 على 10 دي اللي هي 3 من 10 في 20 على 13 هيطلع معايا ب6 على 13. الكلام ده كله ناقص ايه؟ ده ناقص 20 على 13 مضروبة في الاتحاد، في التقاطع قصدي. حلو. انا خليت المعادلة كلها كده ما تجمع دول مع بعض. حلو. فانا اقول له الواحد بيساوي 11 على 13 زائد 6 على 13 هيديني كام؟ هيديني 17 على 13. الكلام ده كله ناقص 20 على 13 مضروبة في الاتحاد في التقاطع. مش عارف معلقة معايا الاتحاد ليه، بس بسطناها كده لأقصى درجة. حلو. يعني احنا وصلنا من المنظر ده للمنظر ده. هتعمل ايه يا مستر؟ انا هاخد ال17 على 13 دول الناحية التانية بعكس الإشارة، فيبقى ايه بقى؟ فيبقى واحد ناقص 17 على 13 بيساوي -20 على 13
مضروب في التقاطع. تعالى نكتب كده 1 ناقص 17 على 13 هيطلع معايا بسالب 4 على 13 بيساوي سالب 20 على 13 مضروب في التقاطع. شوف معكش آلة بتتعذب، اللي هي الآلة اللي ما بتدعمش دي. طبعا لو السؤال ده جه يخطر في الامتحان، واحد معاه الآلة بينجز على طول، طلع الإجابة ب2/10. واحد معهوش الآلة اللي ما بتدعمش يقعد بقى يرص الخطوات دي عشان يوصل للحل. طب ما هيعمل ايه؟ طب لو كان بقى السؤال مقالي، الروس اتساوت، اللي معاه آلة زي اللي معهوش آلة، كله هيرص خطوات الحل اللي انا برصها دي. انا تعمدت ارص الحل ده عشان لو السؤال جه مقالي الناس اللي متعودة بالآلة متعطلش، تعرف تحل. حلو. انا يا مستر هشيل السالب ده مع السالب ده. اقول لك الله ينور عليك. اقول لك حلو، انت يا مستر عايز تجيب قيمة مين؟ قيمة اللام ألف تقاطع ب، مش هي جنبيها 20 على 13؟ انا هقسم على 20 على 13 هنا واحدة واحدة. وانا لو قسمت 2 على 2 بيديني كام؟ بيديني 1. لما هقسم 20 على 13 على 20 على 13 هيديني كام؟ هيديني كل ده كده كله بواحد، فكل ده راح. زي ما قسمت هنا تقسم هنا، فهقول له بقى ايه؟ هقول له 4 على 13 دي اللي هي الأساسية دي. هتقسمها بقى على الرقم ده، مش انت قسمت هنا تروح تقسم هنا برضو. هنا في كام؟ هنا في 20 على 13. قول له يساوي طلعت ب2/10. فهمت بقى ان الآلة نجزت معاك كتير؟ نجزت ده كتير وكتير وكتير. شوف بقالنا قد ايه؟ بقالنا تقريبا 3 دقايق ماشيين في خطوات الحل دي. طبعا الآلة في ثواني طلعت لنا الناتج. طبعا لو جه سؤال اختر اللي معاه آلة يبقى محظوظ، ولو جه مقالي فالروس هتتساوى. فاحنا نروح هنا ونكتب له كام؟ نكتب له 2/10 بس ببساطة. تعالى يلا للسؤال التالت. بيقول لحضرتك ايه بقى؟ احتمال أ بكام إذا كان احتمال الب بربع، واحتمال التقاطع ب0، واحتمال الاتحاد ب9/10. واحد يقول لي ثانية يا مستر، روح اكتب لي احتمال الاتحاد. يا ابني ده عايز احتمال أ يا مستر. اسمع اللي انا بقول لك عليه، انا الطالب قد الدنيا وفاهم الدنيا. اكتب لي قانون الاتحاد يا مستر. اقول لك والله انت علمتني ان قانون الاتحاد بيساوي احتمال الاولاني زائد احتمال التاني ناقص احتمال التقاطع. واحد يقول لي بالظبط انا علمتك كده. اقول لك شكرا يا مستر ليك جدا، شكرا على تعليمك الغالي ده. قلت لي يا مستر اعمل ايه تاني؟ قلت لي بعد ما تكتب القانون روح عوض. يا مستر ثانيه، انا عايز احتمال الالف مش احتمال الاتحاد. اسمع الكلام وروح عوض. اقول لك حاضر يا مستر. والله يا مستر انت اديتني احتمال الاتحاد ب9/10، واحتمال الالف ده انت عاوزه يا مستر زائد احتمال الب بربع ناقص احتمال التقاطع ب0. ايه ده؟ تصدق انت معاك حاجه يا مستر؟ دي معادله في مجهول واحد بتتحل. اقول لك الله ينور عليك. هتعمل ايه؟ هروح احلها بالآلة ومش هحلها بقى ايه خطوات. ليه؟ انا حليت السؤال اللي فاتت خطوات، كمل انت بعد كده خطوات وتاكد بالآلة زي ما انا هعمل. طب يا مستر انت تعمل بالآلة ليه؟ عشان وقت الفيديو ما يطولش. حلو. فانا راح اقول له 9/10، واقول له ايه؟ واقول له الفا كالك، واقول له الفا اكس اللي هو ايه؟ اللي هي اللام الف دي زائد الربع. واحد يقول لي ناقص الصفر. يا ابني ما تخلينيش اجري وراك بقى، هعمل ايه بناقص الصفر دي؟ هو الصفر بيزود ولا بينقص؟ طلعت معايا ب65%، اللي هي ايه؟ اللي هي اللام الف، اللي هو الاحتمال الالف. طلع معايا ب65%. بس كده المسألة اتحلت. مسألة بسيطة ومش مستاهلة يعني. طيب يلا نكمل. بيقول لك ايه في السؤال التالت ده؟ والله بيقول لي اذا كان احتمال الالف بنص، واحتمال الب ب2/3، واحتمال التقاطع بتلت، فاوجد احتمال الاتحاد. واحد يقول لي يا مستر ده انا زهقت، ده انت قانون 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 قانون. يلا نرص. حلو. احتمال الاتحاد بيساوي يا شباب احتمال الاولاني. يلا قول معايا كده ما تسكتش. فوق احتمال التاني ناقص احتمال التقاطع. رصيته؟ روح عوض. احتمال الاتحاد ده انت عاوزه فنزله. احتمال الالف بكام؟ بنص.
احتمال الب باتنين على التلاتة، احتمال التقاطع بتلت. يلا على الآلة كده، ما تتقبليش دماغك الحلوة دي، محتاجينها احنا في الامتحانات. فانت هتروح تقول لي نص. طبعا سواء آلتك بتدعم او بتدعمش دي مسألة في مجهول واحد، يعني مرصوصة جنب بعض، مش محتاجة ايه آلة تكون بتدعم، هتحلها عادي. فانت هتقول له نص زائد اتنين على التلاتة ناقص التلت. تاني، نص زائد اتنين على التلاتة ناقص التلت بيساوي خمسة على الستة. بيساوي خمسة على الستة، هي مظبوط. ايه بقى 6 و25 انا كتبتها دي؟ حلنا صح. حلو. يلا السؤال التاني بيقول لك احتمال الألف ب3.8، واحتمال الب بنص، واحتمال الاتحاد ب5/8، فأوجد احتمال التقاطع. روح اكتب قانون الاتحاد يا مستر، ده عايز روح اكتب قانون الاتحاد. حاضر يا مستر. فأنا هقول له إن احتمال الاتحاد بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب الأولاني زائد التاني ناقص التقاطع. حفظناها وفهمناها. روح عوض. احتمال الاتحاد بكام؟ ب5/8. انا عايزك تتكلم معايا كده، مش عايزك تنام مني. احتمال الالف ب3/8، ويا سلام لو جنبك كشكول. زائد احتمال الب بنص ناقص احتمال التقاطع. هو ده اصلا اللي انا عاوزه. على الآلة يلا زي ما انا علمتك كده. قول لي 5/8 بيساوي دي كام؟ دي 3/8. احتمال الألف ب3/8 زائد النص ناقص الألفا إكس. يلا بقى شيفت كالك يساوي، يلا يا آلة يلا يا آلة، بربع. 25%. يبقى احتمال التقاطع بكام يا دكتورة؟ بكام يا باشمهندس؟ الله ينور عليك، بربع. تمام. يلا نخش اهي ربع، حاطط ربع. 25% دي اللي هي الربع. يلا نخش على السؤال التالت. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احتمال الالف بنص واحتمال الب بتلت، فاوجد احتمال الاتحاد. بيقول لك في حالتين بقى، يعني انت هتجيب احتمال الاتحاد في الحالة الاولى في حالة ان التقاطع بطن، والحالة التانية في حالة ان الحدثان متنافيان. ياه انا مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. ايه يا ولا رأس القانون يا ولا؟ واحد يقول لي حاضر. وانت قلت لي ان احتمال الاتحاد الف اتحاد ب بيساوي احتمال الاولاني زائد احتمال التاني ناقص احتمال التقاطع. حلو حلو. هتعمل ايه يا مستر؟ اروح اعوض. والله انت قايل لي ان احتمال الاتحاد، لا ده انت عاوزه اصلا. حلو. فيبقى احتمال الاتحاد معاك بكام؟ باللي انا هجيبه دلوقتي. احتمال الالف بكام؟ بنص. احتمال الب بتلت ناقص التقاطع ب1/8. على الآلة يلا. قول لي نص زائد تلت ناقص تمن. لا ايه دي؟ يبقى 4/8 دي ب17/24، او ب17/24. مظبوط يا شباب؟ مظبوط يا مستر. حلو. دي كده ألف جبناها صح. طب ب حدثان متنافيان. هو انت لو تفتكر كده لما كلمتك في اول الفيديو خالص قلت لك انا عندي الحدثان المتنافيان عاملين ازاي؟ تقول لي افتكرت لما انت قلت لي ان ده منظر الب وان ده منظر الالف، وليكن يا مستر الاتنين محطوطين في جيم، ده الالف وده الب ودول كلهم في جيم. قلت يا مستر طالما مش داخلين في بعض او مش مشتركين دول حدثان متنافيين. اقول لك الله ينور عليك. اتفقنا ايه بقى؟ هتقول لي افتكرت. اتفقنا لما حضرتك قلت لي ان الحدثان لو متقاطعان بصفر، وقلنا لو متحدان. الله اكبر على اللي رد عليا، اللي مركز من اول الحصه. قال لي احتمال الاولاني زائد احتمال التاني، وهوب مفيش ناقص التقاطع. ده ما يلزمنيش، مفيش تقاطع اصلا. تاني، لو الحدثان متنافيان في حاله التقاطع بصفر، في حاله الاتحاد احتمال الاولاني زائد احتمال التاني واسكت ما كملش. تمام. فانت عايز ايه هنا؟ فانت عايز في حاله ان هما متنافيان. فانا رحت اقول له بقى ايه؟ احتمال الاتحاد في حالة ان هما متنافيان، فبيبقى احتمال الاولاني زائد احتمال التاني وبسكت. طب ما تيجي نعوض. والله احتمال الاتحاد بيساوي ايه؟ احتمال الالف
بكام؟ بنص، واحتمال الب بتلت. اجمع نص وتلت على الآلة الحاسبة. واحد يقول لي يا مستر ب3 ايه يا ابني؟ ما تشغلش دماغك بالله عليك واكتب على الآلة عشان دماغك دي بتودينا في داهية. ب5/6 بس اهو، ب5/6. وبكده يا باشمهندس نبقى